في بقى سؤال مهم جدا جه من خلود. لو عندي خبره في مبيعات الاي سي تي بس شهادتي الدراسيه لا تمت بصله للمجال، هل ينفع اقدم على الاي سي تي سيلز ريبريزنتيف اي تي سيلز ريبريزنت اي تي سيلز ماشي اي تي سيلز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان الاسئلة بقى بقت فقرة مهمة جدا والناس عجبتها وبقى في اسئلة كتير، فانا شايف ان احنا فترة الكام فيديو اللي جايين دول نرد على الاسئلة، وبعد كده بقى نرجع بقى نمشي مع بعض في الشارع ان شاء الله. طبعا الاي سي تي بيتم التقييم مع فيتا اسيس، وفيتا اسيس بتسمح. طيب بتعمل ايه بقى الفيتا اسيس؟ لو انت دارس يعني يعني المجال بتاعك ليه علاقه بالاي سي تي، انت دارس، فبيبقى على بتشيل منك سنه خبره. ولكن لو انت مش دارس، او يعني لو انت مثلا هنفترض ان انت كنت في كليه تربيه وبعد كده اشتغلت في الاي تي واشتغلت في اللي هو الاي سي تي، فكده هيتشال منك 3 سنين. طيب الثلاث سنين دول ممكن بعد ما تشالوا منك تلاقي ان انت خلاص يعني هم يعتبر صفر، لانك انت مش هتقدر ان انت تكليم النقط ديت. يعني مش هتقدر ان انت لما تيجي تقدم ويجي لك دعوه وتقدم مش هتعرف تقول ان انا الثلاث سنين دول خلاص كانهم مش موجودين. فمن ناحيه ينفع ينفع. طيب هل ده بينطبق على كل المهن؟ الحقيقه انا ما عنديش معلومات كافيه للموضوع ده. كل جهه تقييم بيكون لها شروط. في جهات تقييم بتقول لك ينفع، في جهات تقييم بتقول لك ما ينفعش. فانت المطلوب منك ان انت تشوف تدخل على الاوكيبيشن ليست اللي احنا دايما بنتكلم عنها، تشوف جهة التقييم بتاعتك وبناء عليها تعرف بقى الشروط بتاعتها ايه. بس فبالنسبه للسؤال ده من ناحيه ينفع ينفع ان شاء الله، مفيش اي مشكله. سؤال من اكاي، اذا كنت انا بنطق صح معلش، سؤال لحضرتك. انا راح ادخل تخصص هندسه عامه وبعدين تختار لي راح تتخصص من فروع هندسه، يعني كهرباء، هندسه ميكانيكا، هندسه مدني والخ، فتنصحني باي تخصص ان انا ادخله علشان يجي لي هجره؟ بص، هو الموضوع التخصصات ده على طول بيتغير كل سنه، ولكن خلينا متفقين في الوقت الحالي ان التخصصات الهندسيه كل اللي انت بتتكلم فيه ده مطلوب. لو من وجهه نظر انا الشخصيه التي لا يعتد بها في المحافل الدوليه، فانا برشح طبعا لو انت تدخل يعني مش فارق معاك انت ميال لاي تخصص، فادخل مدني، لان المدني بيكون ممكن تروح على سيفل انجينير او كونستراكشن مانجر او ممكن تبقى رسام. يعني في كذا وظيفه انت تقدر تروح عليهم، ودايما الوظائف ديت يعني استراليا فيها لسه في وقت كتير على ما يعني يستغنوا عن البلد. لسه بتتبني يا جماعه فالكونستراكشن، الوظائف بتاعت الكونستراكشن دي من الوظائف الاساسيه اللي مطلوبه باستمرار. فوجهه نظري انك تدخل مدني لو انت عندك الخيار ده متاح. في سؤال من حد انا مش عارف اسمه بصراحه، مش عارف اقراه. محتوى قائم عاشت ايدك. سؤال: انا طالب ثانويه عراقي، ما التخصص الذي اذا دخلته ستكون لي فرصه عاليه للمجيء؟ انا افضل الذكاء الاصطناعي، ما رايك؟ انا ما اقدرش اديك رايي. انا رايي ده لو اديته لك النهارده ممكن انت لما تخلص تكون اصلا الوظائف يعني اللي انا قلتها لك ديت هم مش محتاجينها، فانا مش هقدر بصراحه افيدك في النقطه دي. ولكن التخصصات اللي هي يعني اللي ليها علاقه بالكمبيوتر والبرمجه والذكاء الاصطناعي والهندسه بشكل عام دايما بتبقى مطلوبه. ولكن انا ما اقدرش اوعدك بحاجه. ادخل الحاجه اللي انت بتحبها بغض النظر ايه اللي هيحصل في المستقبل، بغض النظر عن اي حاجه، لان كل سنه إدارة الهجرة بتدخل تشيل وظائف وتحط وظائف. بس في وظائف أساسية دايما بتلاقيها موجودة، زي اللي هي الوظائف الهندسية، زي الديفلوبرز، زي البروجرامرز، والحاجات اللي هي بتاعة البرمجة. فما اعرفش ايه الذكاء الاصطناعي اللي انت تقصده بالظبط، لأن الذكاء الاصطناعي بقى دلوقتي داخل في كل حاجة حرفيا يعني. سؤال من حد برضو مش عارف أقرأ اسمه: هل في منح لبعد الثانوية ولا ايه النظام الدراسه في استراليا؟ في منح، في منح. طيب ايه النظام؟ لا ده انا هخصص فيديو كامل بقى على موضوع المنح ده في استراليا، سواء هنتكلم بقى على التعليم بشكل عام، المنح بس هتكلم المنح للثانوي. لكن في منح في منح، فهخصص لها فيديو ما تقلقش. انا عندي 25 سنه، ممكن تعمل لنا فيديو عن الشباب تحت ال 30 سنه؟ يعني هم اللي فوق ال 30 سنه مش شباب ولا ايه يا عم؟ اعمل لايك بقى. طيب في فرصة كبيرة جدا للي هو من 25 سنة لغاية 32 سنة في موضوع النقط. بمعنى يعني انت من تحت 25 انت بتبقى واخد 25 نقطة للسن. يعني من 25 لغاية 32 انت بتاخد 30 نقطة، فدي نقطة مهمة جدا. لو انت بتقصد النقط فانت عندك حاجة عظيمة جدا. ويا سلام بقى لو انت لسه عازب
لسه ما اتجوزتش، الناس المتجوزين هيزعلوا مني، هتاخد 10 نقط عشان انت عازب. فابسط يا عم، خلاص انت يعني عندك معاك نقط كتير يعني. لكن في النهايه لو انت عازب وبتاخد 10 نقط فغالبا مش هيبقى عندك خبره، واللي متجوز بقى عنده خبره، فتلاقي دي بتروح مع ديت. ولكن يعني لو انت بتتكلم متوسط كده فانت عندك فرصه كبيره جدا جدا بعد ال 25 سنه. لو بتتكلم بقى من ناحيه الخبره، انا ما اعرفش الوظيفه بتاعتك ايه بصراحه وانت متخصص في ايه. دايما الهجره يعني دايما انت لازم تهاجر على المهنه والحاجه اللي انت اتخرجت منها. فموضوع الخبره ده يعني بيكون مرتبط دايما بالمؤهل والحاجه اللي انت اشتغلت فيها والتامين والقصص دي. يعني لو بتتكلم على الخبره فانت شوف جهه التقييم بتاعتك هتبقى طالبه خبره ولا مش طالبه خبره. عاده معظمهم بيطلبوا خبره على الاقل سنه يعني. سؤال: انت كنت بتذاكر الانجليزي او البي تي اي يعني من اي مصدر؟ افضل مصدر يا جماعه لغايه اللحظه دي، انا حتى ساعات بقول ان ده اصلا يعني تقدر تقول لي الشركه بس ايه باسم تاني يعني، هو اي بيوني. ميزه اي بيوني طبعا الخطه اللي هي اللي هي الفي اي بي، يعني انت لازم تدفع. تمام. هي خطه كانت 3 شهور تقريبا ب 15-20 دولار. الميزه بقى في اي بيوني ان الاسئله بتتكرر جامد. ذاكر من فلتر الشهر، ده مهم جدا ان انت تذاكر منه، وشوف الكومنتات بتاعت الناس اللي بتدخل. اي حد بيدخل الامتحان بيطلع يقول والله انا جالي السؤال ده وجالي السؤال ده وجالي السؤال ده، وبيبقى اصلا السؤال موجود في اي بيوني بالفعل، بس الناس بتاكد عليه ان السؤال ده يا جماعه بيتكرر في الامتحانات. هي مجموعه اسئله داتا بتدخل وبعد كده بتتكرر باستمرار، يعني حوالي 60% من الامتحان من اي بيوني او 70%. فانت لو مذاكر كويس 4 بنوك اللي هم بيت سنتنس، فيل ان ذا بلانكس سؤالين، وفي الرايت فروم دوكتيشن، فانت كده ايه في الامان. ربنا يوفقك. سؤال من لوما: يا هندسة ممكن رقم أو رابط لمستشار للهجرة لو سمحت؟ حاضر، هسيبه في الوصف أو في التعليقات أيا ما يكن، أو ادخل على اليوتيوب اكتب الخطوة الجاية هتطلع لك قناتي هتلاقي فيها كل التفاصيل. طبعا يا جماعة أنا بنتكلم على مستشار هجرة، أنا بنتكلم على حد معتمد في أنت عشان تعرف إذا كان في حد معتمد أو مش حد معتمد برضه دي ليك، يعني بغض النظر عن أنت هتروح المستشار ده ولا لأ. بتدخل على موقع مارا وتشوف مين اللي هم المعتمدين وبعد كده بتبدأ تتواصل معهم. لكن لو انت عايز حد جاهز ومعتمد فهو موجود، هتلاقيه موجود في الوصف. دايما انا بذكر الفيديوهات علشان انت لما بتبقى في حاجه قانونيه انت بتبقى مطمن. وفي نفس الوقت ميزه الناس دي اللي هو مكتب الهجره ده اللي هو الميجريشن ادفايزر، الميزه ان هو انت لو مش مؤهل من الاول فبيقول لك، يعني مش هياخد منك فلوس وبعد كده يقول لك انت والله الكيس بتاعتك فيها مشاكل احنا مش هنقدر نمشي فيها، ممكن تلاقي حد احسن مننا يمشي فيها. يعني هو مش عايز اللي هو تعالى واروح واخد منك الفلوس على طول، لا تقلقش يعني. في عندنا سؤال من طارق بيقول لك: من خلال تجربتك الشغل في استراليا احسن ولا الخليج؟ والله يا اخي السؤال ده يعني سؤال كبير وفيه عمق كده، وانا بعتبر ان هو سؤال عام. لان ليه بقى سؤال عام؟ لان ظروفك وتجربتك مختلفه عن ظروفي في تجربتي. في واحد مبسوط في الخليج بس هو سافر ان هو بس يعني خايف في اي لحظه من اللحظات، واعتقد 90% من الناس كده، ان ممكن الشغل او الشركه تقول له شكرا، فهو مش عارف يبدا في بلده من الصفر. فدايما بالنسبه له استراليا او كندا او امريكا بتبقى هو يعني ايه، هو عمل ابجريدنج. في حته ان انا هقعد اقارن بقى الشغل هنا احسن ولا الشغل هناك احسن، من وجهه نظري انا مفيش فرق كبير. بالعكس يعني احيانا بيكون الشغل في الخليج افضل كسيفنج، هناك ممكن ما يكونش فيه سيفنج، ولكن في شويه مميزات تانية بقى، صحه وتعليم وراحه نفسيه و فالسؤال ده بصراحة يعني إجابته يعني لو افترضت إن أنا بيشوفني 100,000 دلوقتي كل كيس مختلفة عن التانية. في واحد ممكن يروح ما يشتغلش، واحد ياخد مرتب أقل، وواحد صعب السؤال ده صعب، ما ينفعش فيه مقارنات. لكن لو بتتكلم بشكل عام انت بيبقى معاك يعني خلينا نقول انت معاك بديل تاني ان انت سافرت استراليا او كندا. لو حبيت ترجع في يوم من الايام فانت خلاص انت اوريدي هتبقى انت معاك جنسية، فمش هيفرق معاك يعني مين احسن ومين احسن. ده انت لو في نفس الحي وفي نفس من شركة لشركة ما اقدرش اقول لك دي احسن ولا دي احسن بالنسبه لمين، فالظروف بتختلف يا صديقي. سؤال من زياد: اسف على التدخل بس مين اسرع بلد في اخذ جنسيتها، كندا ولا استراليا؟ ومن حيث الهجره والتقديم والصراع، انا ما عنديش خبره بالنسبه لكندا قوي، ولكن من خلال معلوماتي البسيطه متقاربين في الجنسيه، يعني اللي هو من 4 ل5 سنين. مين اسرع؟
انا فاكر لما كنت قررت اشوف موضوع كندا كده حسيت ان هو شويه مش هقول لك معقد، ولكن كنت مضطر ان انا ابعت بقى شهاداتي واروح اجيب شهاداتي وابعت ورق للوس ويقيم وبعدين نرجع وبعدين حسيت الموضوع معقد. لكن استراليا في التقديم كانت بالنسبه لي سهله جدا. ليه؟ لان كل حاجه اونلاين، يعني الورق بتاخده سكان وتبعته الورق، يعني انا ما احتاجتش ان انا اروح مشوار الجامعه غير ان انا بس اجيب الشهاده علشان اترجمها علشان اوثقها عشان يعني كده واسحبها سكان وابعتها. كندا شفت ولاد صحابي كانوا واخدين ظرف قد كده وبعتوه بالبريد. فالموضوع اعتقد يعني لو بتتكلم كورق اعتقد يعني من وجهة نظري يعني ان استراليا افضل يعني، ومين هيشهد للعروسه يعني. سؤال من عبد الرحمن بيقول لك اخي محمد لدي ايلتس ب5.5 اكاديمي ولدي بكالوريوس في هندسه كهرباء، كيف اهاجر لاستراليا لعلم انا ما عنديش مبلغ مالي كبير من فضلك؟ خلينا ناخد الشق الاول. انت لو معاك ايلتس 5.5 اكاديمي فده معناه ان انت لو ذاكرت، سيبك من الايلتس بقى الاكاديمي، انت معناه ان انت لو ذاكرت بي تي اي وطورت نفسك فيه شويه فانا ان شاء الله هتجيب 65 مرتاح، انك هتاخد 10 نقط فيه. بكالوريوس هندسه كهربائيه مهندس كهرباء يعني مطلوب. ما اعرفش النقط كام دلوقتي ولكن مطلوب. كيف ان انت تهاجر ومعكش فلوس دي مش مشكله يعني، انا ماليش دعوه بيها، هم اللي بيحطوا الفلوس. محدش يقدر يفيدك. ولكن التكلفه لو انت اعزب هتكلف حوالي اراوند دلوقتي 4600 4700 دولار استرالي. شوف بقى كام بالامريكي لو انت اسره ضيف. انا كنت عامل فيديو زي ده شوفه في الخطوه الجايه على اليوتيوب. سؤال من ايان الورد، انا مستوايا B1 في الانجليزي وانا كنت بذاكر، انا اذاكر السبيكينج والرايتنج كانوا ماشيين زين، ولما وصلت الريدنج ما قدرت احل شيء حرفيا. في امل احصل على 50 في كل سيكشن؟ في امل انت تحصل. بص انا عارف انت بتتكلم عليه، اكيد انت بتتكلم على الفيلين ذا بلانك سواء الريدنج او الرايتنج. بص لو انت بتذاكر من الابيوني ذاكر، مش مهم ان انت تفهم، مش مهم ان انت تفهم، ذاكر. ومن كتر الاسئله في 1600 يعني لو انت في الفيلين ذا بلانكس بتاع الريدنج والرايتنج في تقريبا 2600 سؤال، ذاكر وخلاص. ويعني خمن الاسئله وبعدين ارجع تاني ذاكرها مره واثنين وثلاثه. الاسئله دي يا جماعه يعني جود نيوز ان هي بتتكرر في الامتحان. ذاكروا وال50 مش حاجه صعبه ان انت تجيبها ان شاء الله، يعني هيبقى سهل. واضح ان انت عايز البي تي اي علشان الدراسه يعني، بس فذاكر وخلاص بغض النظر انت فاهم او مش فاهم. ما حدش بيفهمها لان هو بيجيب لك قطع يقول لك الاهرامات والفراعنه يعني الموضوع بيكون صعب يعني صعب ان انت تفهمها يعني. في بقى سؤال حلو قوي من امنيه بتقول، خلينا اقراه لكم. يا ريت حضرتك تسجل لقاء مع اي حد سافر بفيزا 491 علشان نعرف تفاصيل المعيشه والشغل ازاي والاقامه، وشكرا. انا 491. طيب اللي لسه بيشوفنا لاول مره، 491 دي اسمها دي فيزا ريجونال، دي فيزا من ضمن الفيز بتاعه الهجره. الفيزا دي بتديك 15 نقطه، وبعد كده علشان تتحول إقامة دايمة ثم لجنسية فأنت محتاج تعمل في حاجتين لازم تقدمهم. لازم تكون قعدت 3 سنين في ريجونال. الريجونال دي في استراليا كل المدن في استراليا ما عدا سيدني وميلبورن وبريسبن، دي المدن الكبيرة يعني، ولكن الثانية دي مدن برضو كويسة يعني. ولازم تكون قدمت 3 إقرارات ضريبية. 3 إقرارات ضريبية اللي هو يعني أنت اللي هو يعني كل سنة كده أنت المفروض محصلة الشغل بتاعك بتقدم إقرار ضريبة حتى لو هو كان صفر يعني. فدي معنى الفيزا باختصار. ان احنا نعمل لقاء مع حد ان هو اخذ اقامه دايما 191. انا حتى الان ما اعرفش ان في حد، لان الاقامه الفيزا اصلا نازله في 2020، فحتى اللحظه دي يعني معظم الناس اللي انا اعرفهم كانوا مقدمين في ل 191 اللي هي الاقامه الدايمه. انت لما بتقدم على 191 اقامه دايمه بتقعد لها يعني على حسب الناس، يعني على حسب اسئلتي يعني او حسب معرفتي حتى اللحظه دي. ولو حد يعرف حد اخذ اقامه دايمه 191 يا ريت يكتبوا لي في التعليقات، وانا يعني اكيد لازم هعمل معاه لقاء طبعا. فحتى الان انا ما اعرفش حد عمل يعني اخذ الاقامه الدائمه 191. كنا بنسمع حاجات يعني بنسمع بعض الاخوه الهنود قدموا كلها كلام، لكن انا ما اعرفش حد في الوسط اللي انا فيه. ولو في حد او حد عمل الموضوع ده يا ريت يكتب لنا علشان نتواصل معاه ونساله على كل حاجه. بالنسبه للمعيشه والشغل فمرارا وتكرارا ده رزق مكتوب. في ناس كتير راحت على ولايات واضطرت انها تنقل ولايات تانية واضطرت انها تنقل مدن تانية علشان الشغل، ولكن بشكل عام في شغل. المعيشة كويسة، الشغل بيختلف من شخص لشخص.
قد تضطر يعني عشان موضوع اللوكال اكسبيرينس ان انت تشتغل في حاجه انت ما اشتغلتش فيها قبل كده. يعني نهايه القول يعني دي فيزا جميله، ولو يعني هي دلوقتي اصلا علشان انت تاخد دعوه في 491 اعتقد ممكن تكون لازم تكون وصل 80 او 85 بس. اتمنى ان اكون جاوبت على السؤال. خليني ابص على السؤال تاني كده. تفاصيل المعيشه والشغل وازاي حول الاقامه دايما. هنرجع برضو لنفس السؤال ان انا لسه ما قابلتش حد، بس ان شاء الله هنقابل وباذن الله ان ايه نعمل معاه اللقاء او ان احنا نقول لكم تجربتنا ان شاء الله لاحقا لما تتحول لاقامه دايما. في سؤال حلو عشان دي في معلومه مغلوطه عند ناس كتير. فيديوهاتك مفيده جدا، شكرا. يا ريت تتكلم عن مقابله السفاره الاستراليه وكانت بالعربي والانجليزي، وشكرا جدا. طيب مبدئيا يا صديقي العزيز، استراليا ما بتعملش مقابلات في السفاره. كل الورق اللي بيتقدم ورق، يعني ورق كله اونلاين، مفيش اي مقابلات بتحصل. حتى الفيش اللي بيطلب منك برضه بتسحبه سكان، فما فيش اي حاجه بتحصل اي مقابلات، فبالتالي مفيش لا عربي ولا انجليزي. هي كلها طبعا كل الورق بيترجم طبعا وبتقدم باللغه الانجليزيه، لكن استراليا في الهجره مفيش اي مقابلات، كله انت بتقدم اونلاين. وبعد كده يعني بتبدا، يعني خلينا برضو نقول بروسيس سريعه كده. انت في الاول بتقدم AUI بتدعي فيها ان انت يعني شخص مؤهل للهجره، وان انت قدرت ان انت يعني جبت درجه اللي هي الحد الادنى في اللغه الانجليزيه اللي هو ال 50 في الPTE، وعندك خبره كافيه وقيمت وعملت كل الكلام ده. بتقدم AUI، بعد كده بتيجي لك حاجه اسمها انفيتيشن، تقدم اللودج ده اللي هو بترفع فيه الورق بتاعك كله اللي انت بتثبت الادعاءات بتاعتك، وبتدفع فلوسك وبتستنى بقى ايه انت ونصيبك بقى. ممكن تقعد 4 شهور 8 شهور 10 شهور 18 شهر 17 شهر انا في حالتي انا كانت 17 شهر. فيعني بس فما فيش اي مقابلات في الجزء اللي هو بتاع استراليا. يا جماعه لو حد عنده سؤال اساله، لان الاسئله دي هي اللي بتخلي الواحد يبحث ويقدر ان هو يفيدكم باكبر قدر ممكن من الاجابات، باكبر قدر ممكن. نستفاد باكبر قدر ممكن. في سؤال بيقول انا فعلا عدلت مع EA ونقاط الدعوه عاليه جدا. طيب يا جماعه اللي ما يعرفش EA ده اللي هو ده خاص بمهندسين مدني ومهندسين كهرباء، المهندسين يعني بشكل عام، دي زي نقابه المهندسين كده عندنا في مصر. يعني النقاط عاليه جدا. انا معاك ان النقاط عاليه جدا في الوقت الحالي، بس ممكن في اي سحبه يحصل العكس ويكون الموضوع يرجع ل 65 و75 و70 عادي في اي لحظه. بص يا والله يعني دي النصيحه ليكم، يعني خد بالاسباب بغض النظر عن النتيجه. دايما حاول تحسن في اللغه الانجليزيه في الPTE. حاول تاخد الناتي ده اللي هو يا جماعه بيديك 5 نقط ترجمه، يعني حاجه زياده كده. يعني ربنا يوفقكم. يعني خد بالاسباب بغض النظر عن النتيجه. استمتع بالرحله. انا عارف ان هي رحله يعني مش هنقول صعبه، والا انا ما كنتش هكون بتكلم معاكم دلوقتي. هي رحله دخلها في الروتين اليومي بتاعك. مكلفه ماديا، مكلفه ذهنيا، ولكن يعني ان شاء الله يعني لكل مجتهد نصيب، وربنا يكرمكم ان شاء الله. لو عندكم اي سؤال اسالوا يا جماعه، اسالوا عشان نعرف نجاوب. والى هنا بقى نكون قد انتهينا من الاسئله النهارده. اتمنى ان انا اكون جاوبت على اكبر قدر من الاسئله. اكتبوا لي اسئلتكم، كل الاسئله، بس ما حدش يقول انا عايز اهاجر انا هقول لك ازاي. ساعطيك علمني كيف اصطاد، ساعلمك كيف تصطاد، ولكن لن اعطيك السمكه. فاسالوا علشان الاسئله هي اللي بتخلينا نبحث واللي بتخلينا نجاوب. ولو في حاجه انا ما اعرفهاش بحاول اسال فيها. ولكن كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها وانا بجاوب دي يا جماعه من تجارب شخصيه لا يعتد بها بشكل قانوني، بس عشان نبقى في الحسبان شكل قانوني يبقى انت محتاج ان انت تروح لمستشار هجره قانوني عشان يقول لك انت حالتك ايه بالظبط، عشان هو ده الشخص المنوط قانونيا. احنا كلها بنقول من خلال تجارب، لا يعني ان انت تاخد براينا خالص، لازم تبحث وتشوف. ولو حد بيسال بقى على موضوع مستشار الهجره ازاي، ممكن تدخل على موقع مارا، مكتب معتمد في اداره الهجره، او في مكتب احنا بنثق فيه، يعني ممكن تشوف في الوصف تاخد استشاره معاه. بس الموضوع يا جماعه مكلف جدا للامانه، يعني بس عشان يعني ايه لازم تبقى عامل حسابك من دلوقتي. يعني يلا ربنا يوفقكم. كان معكم محمد عمار من قناه الخطوه الجايه. ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش ان انت تعمل لايك، سبسكرايب، ولا نقول تعمل اشتراك بالقناه. اعمل لايك بس، يعني لو عجبك. مش عجبك خلاص احنا مش هنقول لك حاجه. يلا سلام عليكم.